اللي حصل قبل كده حاجة، واللي هيحصل النهاردة حاجة تانية خالص. في الجزء الأول حكينا عن نادين، كاتبة شابة راحت تشتغل في بيت يمنى منصور، الكاتبة الشهيرة اللي في حالة وعي محدود بعد حادث مأساوي، وبناتها التوأم ماتوا في ظروف غامضة. وبدل ما تلاقي مسودات رواية، لقت مذكرات وأسرار مريبة وحاجات تخلي أي حد يشوف يمنى دي كوحش. وآخر حاجة يمنى كتبتها كانت: النهاردة يارا لازم تاخد جزاء. النهاردة الكلمة هتبقى فعل، والأسرار هتخرج من الورق، والخطر هيطوق نادين من كل ناحية. ولو عايزين تعرفوا اللي حصل قبل كده، هتلاقوا رابط الجزء الأول في أول تعليق. نكمل اللي يمنى كانت كاتباه. قلت لآدم إن الولاد عايزين يلعبوا عند البحيرة، هاخدهم ألعب معاهم شوية واشم هوا. طلعنا على البحيرة، وكنت كل اللي بفكر فيه هو حياتنا من غير يارا. مش قادرة أسامحها ولا أحبها، وآدم مش قادر يرجع زي الأول معايا. مشاكلنا وخناقاتنا كلها هتخلص لو ما بقتش موجودة. أخدت الولاد وركبنا المركب الصغير في البحيرة قدام الفيلا، وابتديت أجدف لحد ما وصلت لنص البحيرة. مسكت في كريم وملت بوزني كله على طرف المركب وقلبته. عمت بكريم للشط وما بصيتش ورايا. قلت لكريم: اجري على البيت نادي بابا بسرعة. رجعت المية وعمت ناحية المركب بالراحة، بس الحمد لله ما لقيتش يار. رجعت أسله والناس اتلموا. عملت الدور زي ما الكتاب بيقول. آدم جه ورمى نفسه في المية يدور على يار، لقاها بعد أكتر من نص ساعة. حاول ينعيشها مرة واتنين وتلاتة، بس هي كانت خلاص. نادين قفلت الورق، بقت مش قادرة تفكر. تقول لآدم تبلغ الشرطة. حست إنها تايهة ومفيش حاجة حواليها منطقية. أخدت مهدئ ونامت. تاني يوم نادين أخدت الكاميرا اللي في أوضة كريم ووصلتها بموبايلها، ودخلت أوضة يمنى وهي نايمة وثبتتها. هي خلاص كانت متأكدة إن الست دي بتمثل. رجعت تكمل المذكرات اللي فيها كانت يمنى كاتبة إن آدم كان بيموت من الزعل، وكمان كان شاكك فيها لأن كريم قال له: ماما قالت لي امسك فيا جامد قبل ما المركب تتقلب. آدم سألها، قالت له إنها قالت كده فعلا، بس بعد ما المركب اتقلبت مش قبلها. بس هو ما صدقهاش، كان عارف قد إيه هي ما بتحبش يارا. كانت كاتبة إنها مرعوبة إن آدم يعرف الحقيقة ويسيبها أو يبلغ عنها، وإنها لو اتأكدت إنه عارف الحقيقة هتموت نفسها. ودي كانت آخر حاجة في مذكرات يمنى. تاني يوم حصل اللي نادين كانت متوقعاه. بصت في الكاميرا لقت يمنى قاعدة على الأرض. اتصدمت ونادت على آدم. راس يمنى لفت ناحيتها كأنها سمعت الصوت، بس قبل ما توصل الأوضة كانت يمنى رجعت تزحف لورا بهدوء. دخلت السرير واتكورت تاني بنفس الوضع. نادين صرخت في وشها: قومي، شفتك يا يمنى. شدت الغطا وقالت لها: أنا مش مجنونة، أنا شفتك، مش هتفلتي منها، مش قبل ما آدم يعرف حقيقتك ولا بعد ما تأذي كريم. قربت عليها ومسكت رجليها وسحبتها لنص السرير. في اللحظة دي آدم دخل عليهم، سحب نادين من دراعها وخرجها من الأوضة. زعق فيها وقال لها: انت بتعملي ايه؟ قالت له: يمنى بتمثل، أقسم بالله أنا شفتها بتتحرك. بلاش تسيب معاها كريم، بلاش تسيبه معاها لوحدها. قال لها: امشي لو سمحت، عايزك تمشي من البيت ده دلوقتي. اترجته يصدقها وهي بتنهار. قال لها: هي مش بتمثل يا نادين، يمنى مش موجودة، شبه ميتة. قالت له: هي اللي قتلت يارا وانت كنت شاكك فيها وعارف ده. جريت على المكتب وجابت المذكرات واديتها له وقالت له: اقراها، دي حياتها من أول يوم قابلتك فيه لحد ما عملت الحادثة. لو مش علشانك يبقى علشان بناتك اللي راحوا وعلشان تنقذ كريم. بص للورق وسألها: جبت الورق ده منين؟ قالت له: من مكتبها، كانت مخبياه، اقراه لو بتحب بناتك، لو بتحب كريم. آدم مسك المذكرات ودخل أوضته. بعد شوية نادين سمعت صوت تكسير وصريخ جاي من ناحية أوضة يمنى.
قامت جري على الموبايل وبصت على الكاميرا، لقيت آدم واقف في أوضة يمنى بيزعق فيها وبيقول لها لو ما تكلمتيش دلوقتي أنا هبلغ البوليس. ما ردتش، فتح جفنها، بص جوه عينيها، قال لها لو ما فتحتيش عينك دلوقتي وقلتي لي الحقيقة هودي الورق ده للبوليس وهتدخلي السجن وهتبقي لوحدك، مش هتشوفيني تاني، لا أنا ولا كريم. هنا يمنى فتحت عينيها ونطقت وقالت له كان لازم أعمل كده يا آدم. مفيش كلمة قادرة تشرح إحساسه، الغضب، الخيانة، الصدمة، كله كان على وشه. اترجته علشان خاطري ما تأذنيش، هشرح لك كل حاجة. صرخ فيها انتي قتلتيها يا يمنى، انتي اللي قتلتي بنتي. حاولت تقوم من السرير بس هو مسك رجليها ورجعها بالعافية. صرخت فغطى بقها بإيده، فضلوا يتخانقوا، هو يشدها وهي تقاوم. وفي عز اللحظة نادين دخلت الأوضة، لقيته بيحاول يخنقها ويمنى نفسها بيطلع بالعافية. جريت وحاولت تشيله من فوقيها، قالت له بلاش، فكر في كريم. قال لها دي قتلت بنتي يا نادين، أنا لازم أموتها بإيدي. نادين مسكت وشه وبصت له في عينه وقالت له فكر في كريم، مش هيبقى له أب لو عملت كده. ساعتها آدم بدأ يهدى وساب رقبة يمنى وقال لنادين أنا هموتها بنفس الطريقة اللي فكرت تموت بيها يارا وهي صغيرة. أجبرها ترجع وبعدين غطى بقها ومناخيرها. نادين ما قدرتش تمنعه، لفت وشها الناحية التانية. نادين كانت مرعوبة من آدم، من يمنى، من نفسها. كانت لسه من دقيقة واحدة إنسان، ودلوقتي بقت شريكة في جريمة قتل. آدم قال لها من دلوقتي هنقول إنها ماتت وهي نايمة، ممنوع الكلام في اللي حصل تاني. رتب الأوضة وخبى المذكرات ونظف أي أثر. الغريبة إن بعد 7 شهور نادين وآدم اتجوزوا. كانوا عايشين في القاهرة فقرروا يبيعوا بيت الفيوم بكل ذكرياته. نادين سافرت بيت الفيوم علشان تلم منه شوية حاجات قبل ما يتباع. عدى 7 شهور على الليلة اللي ماتت فيها يمنى، ومفيش حد اتكلم عنها تاني. الناس كلها صدقت حكاية إنها شرقت وماتت وهي نايمة، وكل حاجة كانت طبيعية لحد اليوم ده. كريم كان بيلعب وراح على الأوضة اللي كانت مامته نايمة فيها زمان. قال لنادين إنه رايح ياخد رسوماته اللي مامته كانت بتحطها في أرضية أوضتهم. في اللحظة دي كل حاجة رجعت قدام عينيها، افتكرت اليوم اللي شافت فيه يمنى بتزحف على الأرض. قامت جري ودخلت الأوضة، دورت في الأرض، فعلا في لوح خشب مفكوك. فتحته ولقت جوه الحفرة صورة للبنتين وسكينة وظرف قديم. فتحت الظرف ولقت جواب من يمنى لآدم. تاريخ الجواب كان نفس يوم موت يمنى. ابتدت تقراه. يمنى كانت كاتبة في الوقت اللي هتكون بتقرا فيه الجواب هكون أنا أخدت كريم وهربت، بس أرجوك كمل قراية علشان لازم تعرف الحقيقة حتى لو مش هتسامحني. إحنا حياتنا كانت مثالية لحد ما ياسمين ماتت، ومن بعدها كل حاجة اتغيرت، وانت عارف إن من يومها ما قدرتش أكتب تاني، لحد ما في يوم قابلت المحررة بتاعتي وقالت لي فكرة جديدة ممكن لو عملتها تساعدني أعرف أكتب تاني. الفكرة كانت إن أنا أكتب أحداث حقيقية في حياتي بس أعكس مشاعري وأتخيل الأحداث من أكتر منظور شرير، علشان ده يساعدني أقدر أفهم دوافع الشخصيات اللي بكتب عنها واكتبها باقتناع. وكل اللي كتبته كان تمرين مش اعترافات ولا حقيقة. مش هنكر إني بحمل نفسي جزء كبير من الذنب في موت يارا، لأن يومها ما لبستش الولاد لايف جاكيت، وكمان علشان لما المركب اتقلبت وشبطت في شبكة صيد كنت بحاول أنقذ كريم بس علشان كنت فاكرة إن يارا كبيرة وتقدر تعوم لوحدها. انت ازاي مش حاسس إن جزء مني مات معاها في البحيرة؟ أنا لما كتبت عن موت يارا كنت بحاول أتعايش مع الذنب وبحاول أرمي اللوم على نسخة خيالية مني. أنا عارفة إنك صعب تصدق، بس لازم تعرف
إن عقل الكاتب ساعات بيعيش في عالم تاني علشان يخفف عن عالمه الحقيقي. أنا عارفة إني غلطانة وما كانش لازم الورق ده يقع في إيدك. عمري ما كنت أتخيل إن التمارين دي هتكون سبب في موتي. ولما دخلت عليك في يوم ولقيت المذكرات في إيدك حاولت أشرح لك، حاولت أفهمك إن ده مش حقيقي، بس أنت ما استنتش. وكل اللي فاكراه إن فقت لقيت نفسي في العربية جنبك متكتفة وبقي متكمم، وإنك نطيت من العربية وسبتها تدخل في شجرة بأقصى سرعة. وقتها فهمت إنك قررت تقتلني، ولو حد شك تستخدم المذكرات إنها رسالة انتحار. بس للأسف الخطة فشلت وما متش. بعد الحادثة دخلت في غيبوبة فعلا أول شهر، بس بعد كده فقت وصحيت لوحدي في الأوضة. وساعتها بس بدأت أفكر أعمل إيه، إزاي أشرح لك إن كل اللي أنت قريته في المذكرات كان كده. وفي نفس الوقت أنت لو عرفت إني فقت يا هتسلمني للشرطة يا هتحاول تقتلني تاني. فقررت أمثل إني فقت بس مش مدركة لأي حاجة حواليا، ولا بتكلم ولا بتحرك. فكرت كتير أموت نفسي، بس كان في حاجة واحدة بتمنعني، كريم. حاولت أدور على المذكرات بس كنت ناسية مكانها، كان لازم أمسح أي دليل قبل ما أهرب. لكن لما نادين وصلت وابتدت تحس إني بمثل كان لازم أهرب بسرعة، بس كان لازم أكتب لك قبل ما أمشي. وقررت إن أول ما أهرب هبعت لك مكان الجواب. أرجوك صدقني وسامحني، بحبك لحد دلوقتي، يمنى. نادين اتصدمت وما بقتش فاهمة حاجة. آدم عمره ما قال لها إنه قرأ المذكرات قبل كده، وكمان إنه حاول يقتل يمنى. طب لو اللي يمنى كاتباه حقيقي وكانت بريئة فعلا، يبقى آدم قتلها ظلم. حست إنها ماسكة قنبلة في إيديها وكانت محتارة. كان لازم تقرر هتواجه آدم ولا لازم تحميه من الشك اللي ممكن يدمره. واختارت تحميه. حرقت الجواب وكأنها بتحرق معاه كل حاجة حصلت، بس الحقيقة هي كانت عارفة إن النار عمرها ما هتمحي اللي فات. هي ما بلغتش، ما واجهتش، بس هل ده معناه إنها بريئة؟ ولا إنها لما اختارت تسكت بقت شريكة؟ أنا مش جاية أحكم، بس خليني أسألك، لو كنت مكان نادين كنت هتواجه ولا هتحرق الحقيقة وتعيش بالكذب؟ ودي كانت نهاية حدوتة نادين. بس الحكايات اللي بنسكت عنها عمرها ما بتموت، هي بس بتفضل مستنية حد يحكيها. استنوني في حكاية جديدة. كان معاكم حدوتة. Aklın yitirmiş yeminiyem, aşkın ile avunur. Allahu Allah.